مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بألف خير. بحلول عيد الأضحى المبارك نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. رؤساء اليمن وأوزبكستان ونيكاراغوا يهنئون بعيد الاستقلال. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك بحفاوة كبيرة. اختتام مهرجان الاستقلال في مدينة عصب. الرئيس الصيني يبحث مع نظيره الصربي العلاقات الثنائية. كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه البحر الأصفر. ومقتل 28 شخصا بانهيار أرضي لمنجم ذهب في أنغولا. أهلا بكم. بعث رئيس المجلس الرئاسي لليمن الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس جمهورية أوزبكستان شافكات ميرزيويف ورئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ببرقيات التهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال. وأعرب الرؤساء نيابة عن أنفسهم وعن حكوماتهم وبلدانهم عن أطيب تمنياتهم للرئيس ياس أفورقي وشعب وحكومة إريتريا، وأكدوا مجددا استعدادهم لتطوير علاقات بلدانهم مع إريتريا بما يخدم المصالح المشتركة. وأضاف الرئيس دانيال أورتيغا أن هذا اليوم التاريخي المهم هو وقت للاحتفال وتكريم شجاعة والصمود وتصميم شعب إريتريا، موضحا أهمية تعزيز العلاقات التاريخية والأخوة والتعاون والاحترام لمصلحة الشعبين. تم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية بحفاوة كبيرة في جميع أنحاء البلاد اليوم الأربعاء 10 من ذو الحجة الموافق 27 من مايو 2026. ففي ساحة الفاتح من سبتمبر بالعاصمة أسمرة حضر كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة والسفراء المقيمين في إريتريا وغيرهم من الدبلوماسيين، بالإضافة إلى آلاف المؤمنين صلاة العيد التي أمها مفتي إريتريا مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار. وقال الشيخ سالم في خطابه أن عيد الأضحى هو وقت تتجلى فيه قيم السلام، وكدولة وشعب نعيش ونحتفي بأعيادنا بسلام وأمن مضمونين، مشيرا إلى أن ذلك هو ثمرة الاستشهاد، معبرا عن الاحترام والتقدير لشهداء إريتريا. وقال مفتي إريتريا أن من يعرف حلاوة السلام فقط هو من يفهم مرارة الحرب وعواقبها، داعيا المولى عز وجل أن ينزل السلام والطمأنينة لجميع الأمم ضحايا الحرب ودمارها. واختتم مفتي إريتريا مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار خطبته بتقديم أطيب تمنياته لجميع أبناء الشعب الإريتري في الداخل والخارج ولقوات الدفاع الباسلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اختتمت احتفالات الذكرى 35 للاستقلال التي أقيمت على شكل مهرجان حتى 26 من مايو ارتباطا بيوم تحرير مدينة عصب. شملت الفعاليات التي أقيمت في ساحة راس غومبو معرضا يضم 11 فرق فنية ومعرضا للقرى النموذجية التراثية معد من قبل المديريات، بالإضافة إلى جناح تعريفي بأنشطة المؤسسات الحكومية والخاصة. أضفت أكثر من 30 مؤسسة تقدم خدمات الطعام والشراب للزوار وألعاب الأطفال المزيد من البهجة على هذه المناسبة. وذكر التقرير المقدم في الحفل الختامي بذل جهود جادة لجعل البرامج تعليمية وترفيهية فضلا عن كونها مؤثرة. وتم في الختام منح الجوائز والشهادات للفائزين في المسابقات الرياضية والفنية التي أقيمت بمناسبة يوم الاستقلال. أفاد الزوار بأن برامج هذا العام كانت أفضل من برامج العام الماضي من حيث المحتوى والفعاليات. هذا وتم الاحتفال بالذكرى 35 لعيد الاستقلال على مستوى إقليم جنوب البحر الأحمر في 23 من مايو تحت شعار صمودنا ضماننا. احتفل الإريتريون المقيمون في جمهورية جنوب أفريقيا وساحل العاج وهاريسبرغ ولانكستر الولايات المتحدة الأمريكية وموسكو روسيا تحت شعار صمودنا ضماننا بعيد الاستقلال. واحتفل الإريتريون في جمهورية جنوب أفريقيا جوهانسبرغ ودربان وراس تنبرغ في 23 من مايو، مؤكدين تعزيز روابطهم ببلدهم وتاريخهم وثقافتهم. وأوضح مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في السفارة الإريترية السيد داويت
يجزاو في حفل مدينة جوهانسبرغ أن الاحتفال بيوم الاستقلال هذا العام يأتي في وقت تاريخي اكتسبت فيه مسيرتنا نحو التنمية والنمو زخما كبيرا، ووجه رؤساء الجاليات في المدن الأخرى رسائل الاستقلال. ونظم الأرتوين المقيمون في أبيجان عاصمة سهل العاج احتفالا يعكس وئاهم وتضامنهم، وتعهدوا بالمناسبة في الجهود المبذولة لتنفيذ أمانة والمساهمة في ازدهار إريتريا. في غضون ذلك حضر السفير بطرس أجاي وأعضاء السفارة والشباب يتابعون تعليمهم العالي في الحفل الذي يقيم في موسكو وروسيا يوم 24 من مايو. وفي خطابه سلط السفير بطرس الضوء على معنى ومضمون استقلال إريتريا والثمن الباهظ الذي دفع من أجله. وفي فعالية مماثلة احتفلت الجالية الإريترية في هاريسبرغ ولانكستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية بالذكرى 35 للاستقلال في 26 من مايو. شارك عدد كبير من الأطفال والشباب في هذه الفعالية التي نظمت كمنصة لإحياء التراث الثقافي والقيم وتوريثه. افتتح في أفلبا بمديرية دك أمحري يوم 25 من مايو مشروع مياه الشرب الصالحة. يشمل المشروع الذي أرسي بتعاون الشعب والحكومة مضخة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان مياه بسعة 75 متر مكعب و3.2 كيلومتر من الأنابيب و9 محطات توزيع. وقال مدير مديرية دك أمحري السيد يماني أبراء أن سكان أفلبا اعتادوا الذهاب لمسافات طويلة للحصول على الماء، وحث السكان على استخدام المشروع بعناية وإدارة مناسبة. وأوضح مسؤول رئيس فرع المياه في الإقليم الجنوبي السيد كبرون مسقنا أن المشروع سيخفف العبء من الأمهات والأطفال. من جانبه أوضح مدير إدارة ضاحية أفلبا سيزر السناي كيداني قامت لجنة تقوم بإدارة ورعاية مشروع المياه وإصلاح الأعطال. وأفاد السكان أن الاستثمار قد خفف من معاناتهم المعيشية، وأكدوا أن الاستخدام الفعال للمياه هو مسؤولية الجميع. تلقى أعضاء إدارة الإقليم الأوسط دورة تدريبية لمدة 3 أشهر في الكتابة الصحيحة للغة التيغرينية. وأوضح المدير العام لقسم الشؤون المالية والإدارية في الإقليم السيد تكي قلتا في مراسم التخريج في 26 من مايو، أوضح أن التدريب نظمته إدارة الإقليم بالتعاون مع وزارتي التعليم والإعلام وإدارة البحوث والتوثيق التابعة للجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة للمساعدة في الكتابة الصحيحة في الأنشطة التي يقومون بها. وقال مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية السيد برخت تادسم أن التدريب ركز على 29 موضوعا خاصة: سياق الفعل والضمير والجمع وعلامات الترقيم. وقال ممثل الخريجين إنهم وجدوا أن التدريب قد ساهم في تحسين معرفتهم المحدودة بالكتابة الصحيحة للغة التيغرينية. وأشاد المدير العام للإدارة بالإقليم الأوسط السيد زرئيت والدبرهان بمنظمي التدريب والاهتمام الذي أبداه المتدربون، وحثهم على مواصلة العمل عليه ونقله إلى زملائهم. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الصربي ألكسندر غوتشيتش الذي يزور الصين. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس الصيني إنه يتعين على البلدين تعزيز موائمة استراتيجيات التنمية ودفع التعاون في البنية التحتية للنقل والطاقة وغيرها من المجالات. ودعا الجانبان إلى الاستفادة من سياسات الإعفاء من التأشيرة واتفاقية التجارة الحرة والرحلات المباشرة بهدف توسيع التعاون الشامل في الثقافة والتعليم والرياضة والسياحة. هذا ومنح الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وسام الصداقة لجمهورية الصين الشعبية أعلى وسام دولة يمنح للأجانب. وأعرب الرئيس فوتشيتش عن امتنانه لهذا الوسام. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه البحر الأصفر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية. وأفادت هيئة الأركان المشتركة في بيان بأن الشمال أطلق مقذوفا غير محدد باتجاه بحر الغرب في إشارة إلى البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين. ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء ذلك بعد إطلاق آخر من جانب كوريا الشمالية في
29 من أبريل، حيث أطلقت بيونغ يانغ عدة صواريخ قصيرة المدى فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه عرض لرؤوس حربية عنقودية. وكان ترامب قد أعرب مرارا عن رغبته في العودة إلى المحادثات مع كيم، لكن بيونغ يانغ تجاهلت حتى الآن هذه المبادرة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن مطالب نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بوصف ذلك شرطا مسبقا لأي محادثات. قالت السلطات في إقليم بينغو بشمال غرب أنغولا إن 28 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار أرضي بموقع غير قانوني لتعدين الذهب، وذلك في واحد من أكبر حوادث التعدين غير القانوني بالبلاد. وذكرت إدارة الحماية المدنية والإطفاء في الإقليم في بيان أنه تم إنقاذ 4 أشخاص من الموقع، مشيرة إلى أن عمليات البحث قد اكتملت وفق وكالة رويترز للأنباء. ولطالما ارتبط التعدين غير القانوني في أنغولا بصناعة الماس، لكن حملة تنويع التعدين في البلاد أدت إلى ازدهار التعدين الحرفي لمعادن أخرى مثل الذهب. تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية. وسجلت العاصمة البريطانية لندن أعلى درجة حرارة في تاريخ شهر مايو، وبلغت الحرارة 34.8 درجة مئوية جنوب غرب لندن، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 32.8 درجة والمسجل عامي 1922 و 1944. وفي فرنسا امتد تأثير موجة الحر إلى عدة مناطق، حيث وضعت 8 أقاليم في غرب البلاد في حالة تأهب برتقالية. وأعلنت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة في فرنسا. وتشير بيانات كوبرنيكوس الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن أوروبا تشهد منذ ثمانينيات القرن الماضي ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل يوازي ضعف المتوسط العالمي. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. رؤساء اليمن وأوزبكستان ونيكاراغوا يهنئون بعيد الاستقلال. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك بحفاوة كبيرة. اختتام مهرجان الاستقلال في مدينة عصب. الرئيس الصيني يبحث مع نظيره الصربي العلاقات الثنائية. كوريا الشمالية تطلق موظفا غير محدد باتجاه البحر الأصفر. ومقتل 28 شخصا بانهيار أرضي لمنجم ذهب في أنغولا. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، وكل عام وأنتم بألف خير.